طبعا اليوم ذكرى يوم المجاهد، واللي هذا الذكرى هذه يحتفل بها ما تبقى من المجاهدين، لأنه حسب المعلومات اللي في سدة الحكم الآن لا يوجد أي مجاهد، لا يوجد. خلينا نشوف الصوت قبل موجود ولا مش موجود. نعم، إذن اللي موجودين في سدة الحكم الآن لا يوجد أي مجاهد، يعني آخر مجاهد كان في سدة الحكم هو المجاهد صالح بوجيل، ربي يطول في عمره، وأنهيت طبعا انتهت فترة ولايته على رأس مجلس الأمة وانتهى. رئيس الجمهورية موش مجاهد، يعني في وقت الثورة كان أقل من السن اللي تسمح له باش يكون مجاهد. قائد أركان الجيش شنقريحة نفس الشيء، ما عندوش علاقة بالمجاهدين، موش مجاهد. كي نقول مش مجاهد مش معناتها حركي، لا، معناتها السن القانوني نتاع أنه يكون في سن مجاهد ما كانش، كان صغير في وقت الثورة. رئيس مجلس الأمة نفس الشيء موش مجاهد. رئيس المجلس الشعبي الوطني مش مجاهد. الوزير الأول مش مجاهد. رئيسة المجلس الدستوري ماهيش مجاهدة، ما عندهاش، عمري ما سمعت أنها ليلى عسلاوي أنها كانت مجاهدة أو كانت من الجيل المجاهدين. إذن جيل المجاهدين الآن ما كانش، ما تبقى من المجاهدين اللي الآن عمرهم أصغر واحد فيهم ممكن في عمره 80 سنة يحتفلوا بيوم المجاهد. هذا لا يعني أنه برحيل آخر مجاهد نتوقفوا أو نوقفوا الاحتفال بيوم المجاهد، لا. هذه المناسبات الوطنية اللي هي تاريخ ثورة التحرير 1 نوفمبر 1954، تاريخ الاستقلال، تاريخ عيد النصر 19 مارس، تاريخ المجاهد، تاريخ يعني أحداث 8 ماي 45، وكل المناسبات الوطنية يجب أن نحافظ على رمزية الاحتفال بهذه المناسبات حتى تعرف الأجيال القادمة أن أسلافهم من المجاهدين الحقيقيين طبعا جاهدوا من أجل أن تبقى الجزائر شامخة، والجزائر مستقلة قوية بأبنائها وليس قوية بالخطاب السياسي الأجوف الفارغ الاستهلاكي، لا، الجزائر قوية بالفعل بأبنائها داخل وخارج الوطن. نعم، أحب من أحب وكره من كره من أبناء الحركة والعملاء والمنبطحين والمهرولين. والجزائر ليست تبون وليست شنقريحة وليست أي مسؤول من المسؤولين، مثل ما لم تكن بوتفليقة أو الفريق توفيق أو نزار أو القايد صالح أو غيره، مثل ما كنا نقول أيام حكمهم. هذا الكلام كنا نقوله أيام حكم المرحوم بوتفليقة رحمه الله برحمته الواسعة. كنا نقول أن الجزائر ليست بوتفليقة، وكنا نقول الجزائر ليست القايد صالح وليست أي مسؤول من المسؤولين. وبالفعل القايد صالح رحل رحمه الله، بوتفليقة رحل رحمه الله، والجزائر بقيت. الآن نفس الشيء. تبون ربي يطول في عمره راهو رئيس قائد أركان الجيش شنقريحة، لكن هؤلاء ليسوا الجزائر ولن يكونوا لا هم ولا غيرهم، وسيرحلون مثل ما نرحل جميعا. البقاء لله سبحانه وتعالى. تبون راح يروح رايح، يا إما يكمل العهدة نتاعو يصبح رئيس سابق أو يتوفاه ربي والأعمار بيد الله ويصبح من الراحلين. وشنقريحة نفس الشيء، ولكن الجزائر باقية وصامدة وقوية بإذن الله وبفضل أبنائها. إذن نحتفل بهذا الذكرى السنوية طبعا، وكلنا أمل أن نحتفل بها العام القادم في أحسن ظروف، بعيدا على واد الحراش، بعيدا على هذه المهازل
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية، لأنه يعني فيها حتى أخبار اليوم فنية خرائية. مثل ما أقول دائما قبل ما نقرر أنني ندير بث مباشر نولي نفكر وش راح نهضر اليوم. كاين حتى بعض الأصدقاء يتصلوا بي، بعض الأصدقاء والزملاء وبعض يعني من النخبة اللي نتشاور معاهم يتصلوا يقولوا لي بزيرو اليوم واش راح تهضر؟ نقول لهم والله ما على بالي، فري طوملات ولا لوبيا بالكرعين والله وين على بالي، يحسب الأحداث. يعني بالفعل مانيش عارف اش نهضر. ومن بعد كي نوجد مادة إعلامية، أخبار منا ونحطها أمامي مثل هكذا في ورقة كما تشوف فيا، ندير ورقة كما هاك نكتب فيها رؤوس أقلام، نبدأ نشوف 1 2 3 4 نلقى 90% سلبية، 90% جلد الذات. راني نجلد في روحي ونجلد في المسؤولين تاع بلادي، نولي في صراع مع نفسي، أدخل في صراع مع نفسي، نتكلم بهذه الصورة السوداوية، بهذه الصورة الخرائية حاشاكم اللي ما فيها حتى حاجة، لا بنة ولا رائحة ولا ذوق. أم نسكت؟ أجد أنه واجبي الأخلاقي وواجبي المهني ووعدي لله سبحانه وتعالى ولكم ولنفسي يحتم علي أن أتحدث. لازم نهضر، لأنه صمتنا خيانة، ما نسكتوش. ما وش وقتها، ما نقدرش نفتح درك هذه الروابط اللي تبعثهم لي. صمتنا خيانة ستلعننا الأجيال القادمة إذا لم نتكلم على نفسي وبعض الإعلاميين، خاصة الإعلاميين اللي عندهم هامش من الحرية، اللي يقدر يهضر. ربي يحاسبنا، يقول أنت كنت قادر تهضر، تعايش في ظروف وفي مكان اللي يسمح لك أنك تهضر، علاش ما هضرتش؟ من رأى منكم منكرا فليغيره. بالنسبة أنت كنت تشوف في المنكر علاش ما غيرتوش؟ لأنني نعاود نرجع، أنا لا ألوم الزملاء والأصدقاء اللي في الجزائر، صحفيين أو سياسيين أو نشطاء أو رؤساء أحزاب، أنا ما نلومهمش، ما نقولش أنهم جبناء وأنهم لا، لأنهم ما يقدروش. أنا نتكلم على المرخص الطحاحنة اللي يهضروا كلام لا يتطابق مع الواقع، أما اللي ساكت على الأقل عاونا بالسكات. يخرج لك واحد يقول لك الجزائر المنتصرة والجزائر القوية والجزائر الإقليمية ورانا دايرين وكثر خير السيد الرئيس وكثر خير القيادة تاعنا ورانا دولة إقليمية ودولة محورية وكذا، هو عايش في الزيقو تاعو الحراج. أنا هذول اللي نلومهم نقول عليهم جبناء وحقيرين ومرخص وطحاحنة. أما السياسيين والإعلاميين والمثقفين اللي ساكتين، أنا لا أقول عليهم جبناء أو نقول عليهم باللي خايفين ولا نقول عليهم باللي مش قادرين، لا، لأني نحس بهم أنهم لو يتكلم يطرد راسه. إذن يقول لك أضعف الإيمان أنني ندعي ربي يسلك البلاد ويسلك العباد. الشعب حاب يعيش، الشعب يريد أن يعيش، حاب يأكل. الشعب يريد أن يعيش، الشعب يريد أن يتنفس، الشعب يريد أن يستمتع بحياته قبل مماته في وادي الحراش. الشعب يريد فتح الاستيراد والتمتع بدراهم الغاز والبترول. نعم، الشعب حاب يعيش بدراهمه بالثروة تاعو الغاز والبترول. لما تتكلم يخرج لك الزيق يقول لك لا احنا حابين ننظموا الاستيراد، ما منعناش الاستيراد. يعني وش هاد الطعيز وش هاد الهراء هذايا؟ احنا ما حبناش ما وقفناش الاستيراد، حابين ننظموا الاقتصاد. تنظم الاقتصاد عندك في الوزارة، ومن بعد كي تنظموا عندك في الوزارة وتخرج بقرارات، اهبط للبور
والله هبط للايروبور والله هبط لاي مكان ووقف الاستيراد. تنظيم الاستيراد وتنظيم التجاره الخارجيه لا يكون في الميدان انك تروح للبور توقف كلش، لا، مش هذا هو. نظم عندك في الاداره ومن بعد طبقها في الواقع، مش العكس. لان انا نقرا التعليمه اليوم وصلتني، ما قدرتش ننشرها لانه جاتني في اخر لحظه من الجمارك، اللي هي تعليمه، خلوني نشوفها وراني حطيتها. نقدر نقول باللي تعليمه سريه، نعم سريه، لكن نتكلم عليها تعليمه سريه لكن نتكلم عليها لانها تهم الشعب. التعليمه السريه هذه واش تقول؟ وراهي هاي سريه، شايف الكاميرا لا تبينها ما تبينهاش. المهم هاي التعليمه السريه. التعليمه السريه واش تقول؟ تقول انه من مديريه الجمارك الى مدراء الجمهوريه للجمارك، المدراء الجهويين، المدراء الجهويين للجمارك، رؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة، رؤساء مفتشية أقسام الجمارك، المدراء المركزيون، مدراء الدراسات، مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك. وشنو هي؟ هذه راهي بتاريخ 13 جويلية، 13 جويلية اللي فات، يعني هنا 13 جويلية الإرسالية. وش تقول؟ بموجب الإرسال المشار إليه في المرجع أعلى كذا 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 كذا، تعلمنا الجمارك اللي تابعة لوزارة المالية. ما يقولش باللي وزارة المالية تعلمنا، يعني منطقيا قال وزارة المالية اللي تعلمنا وهي التي تأمرنا. انت واش دخلك وزارة التجارة الخارجية؟ وزارة التجارة الخارجية لا تعلم ولا تأمر الجمارك. الجمارك عندها مؤسسة مستقلة وعندها السيادة تابعة لوزارة المالية. إذن هنا تعلمنا وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالتوضيحات التالية حول عملية الاستيراد بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين لحسابهم الخاص سواء في مجال التسيير أو التجهيز. بالنسبة لعملية الاستيراد التي تم توطينها قبل تاريخ 1 جويلية 2025 فإن المعالجة الجمركية للبضائع المستوردة تتم وفق الإجراءات التشريعية والتنظيمية سارية المفعول اللي راهي ماشية القديمة. بخصوص العمليات التي تمت اسمحوا لي، بخصوص العمليات التي تم توطينها خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 8 جويلية 2025 سيتم دراسة الملفات من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية حالة بحالة على أساس المعلومات المتعلقة بالتوطين البنكي، وبالتالي لا يمكن جمركة هذه البضائع إلى غاية البث فيها من قبل ذات المصالح. هذا التعليم وقتاش؟ في 13 جويلية. ويقول باللي بالنسبة للبضائع التي تم توطينها من 1 جويلية ل 8 جويلية، يعني قبل تعليمها. مش منطقي، ما نقدرش نطبق قرار بأثر رجعي. تخذيت قرار خذوا من اليوم 13، قال من اليوم وروح، ماشي حاجه اللي فاتت من قبل من 8 من 1 ل 8 جويلية. هذه لازم تتوقف، ما ديروا فيها والو حتى يعطينا سير الزيق الاذن. تعليمه باينه حتى يتم الفصل فيها من قبل سي كمال الزيق على مستوى وزاره التجاره الخارجيه كي يعطينا الاوكي، يقول اطلقوها نطلقوها، ما يقولش اطلقوها ما تطلقوهاش. معناتها اللي يروح يبزنس مع سير الزيق ويقضي صوالحو نمدوا له، اللي ما يروحش يريق الامور مع الزيق ما نمدولوش. من بعد كيجيك سير الزيق يقول لك نظم عندك في الوزاره، ومن بعد اروح طبق في الميدان. ماشي الناس مدخلين سلعه راهي في البور في الميناء من اول جويلية مدخلها وخلص ومشى اموره، وبعد كتقول له لا بلوكي السلعه دي ما تخرجش حتى يقرر سير كمال الزيق. هل هذا تنظيم ام توقيف وبيروقراطيه وظلم تعسف في استعمال السلطه؟ ومن بعد كي نتكلموا يقول لك انتم راكم ضد مصلحه البلاد ضد التنظيم. لا، احنا مع التنظيم. نظموا على مستوى الوزاره لانه عندكم فاسدين وعندكم سراقين، والدليل انه مدير التجاره الخارجيه اللي كان راه في السجن، اللي هو ونسيب وجدارمي تاع بنيان وليكيب الحاشيه كامل راهم في السجن، واللي على جاله وقفتوا كل
المصلحة السيرفيس كامل حبستوه بقرار من رئيس الجمهورية، قال تم توقيف كلش، وأعطيت الصلاحيات التامة لكمال الرزيق. أصبحت الدولة كلها يسيرها شخص واحد، لا علاقة له لا بالتسيير، ولا علاقة له بالاقتصاد، ولا علاقة له بالجامعة نهائيا. ولما نتكلموا ما يعجبهمش الحال، لما يتكلموا ما يعجبهمش الحال. احنا نشوفوا فشل وفساد السلطة ومتعايشين معاه، لكن السلطة الفاسدة لا تريد أن تتعايش مع نقدنا، انتقادنا، وصحافتنا الحرة. احنا قابلين وسخكم، قابلين نتانتكم، قابلين النتانة والوسخ نتاعكم والطحين والرخص والتعسف والظلم والفساد. ما نقولش قابلينه يعني متعايشين معاه، لأنه ماناش قابلينه بصراحة، لكن متعايشين معاه، قاعدين نشوفوا فساد وكذا ومتعايشين. إذا تعايشوا معنا أنتم، كيما رانا قابلينكم بخلونتكم، قبلونا بخلونتنا. علاش تتهمونا؟ وعلاش احنا نتهموكم بالفشل والفساد بصح ما نقولوش راكم خونة، نقولوا فاشلين فاسدين؟ وعلاش احنا كي ننتقدوكم بما يخدم مصلحة البلاد تتهمونا بالخيانة والعمالة وراكم ضد البلاد وضد برنامج الرئيس وضد كذا وضد كذا؟ ورا برنامج الرئيس، عطونا نشوفوا هذا برنامج الرئيس قبل. مؤسف جدا انه ما نلقاوش واش نقولوا حاجة اللي ندافعوا بها على بلادنا، لأننا نريد جزائر جديدة بالفعل، نريد جزائر قوية، نريد جزائر منتصرة، نريد جزائر أفضل من الخمس سنوات الماضية، أفضل من 2015، أفضل من 2020. لكن للأسف الشديد اكتشفنا أننا أخطأنا الطريق. الانطلاقة كانت انطلاقة خاطئة. وشخصيا الحمد لله أحمد الله سبحانه وتعالى أنني لم أزكي انتخابات 2019، بالعكس كنت ضد انتخابات 2019، لأنني كنت متأكد مثلي مثل ملايين الجزائريين كنا متأكدين أن الطريق مسدود. وطريقك مسدود 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 يا ولدي. يرحمنا الزرقاء باني في ذكر من هذا المنطلق